هر وحدة الله ذكر ياد كنق. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ، وخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه بمعناه، وقال الترمذي حسن غريب. وكلهم خرجه من رواية عمرو بن قيس الكندي عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه. وخرجه ابن حبان في صحيحه وغيره من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: آخر ما فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قلت له: أي الأعمال خير وأقرب إلى الله؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. وجاء عبد الله بن بسر رضي الله عنه قشيت يكيات کو واجه رسول صلى الله عليه وسلم جست کت اسلام شریعت حکم میں سرا بھازاں ہنچیک عملی بگوشگوں کے درستاں بداری ما یہ زیریں دورن رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوشت تی زبان پا اللہ ذکرہ بس مکہ مدام تربیبی. ترمذی و ابن ماجہ ابن حبانہ ہمیں مانایا ای ہستیں ترمذیہ حسن غریب گوشتگ ای سجینہ چا عمرو بن قیس چا عبداللہ بسر رضی اللہ عنہ اورتگ موت وحدہ مردم چھے بکنت. ابن حبانہ چا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ روایت کو تگ گوشت من کے گڈیا واجہ یلا کت من گوشت واجہ کجام عمل شرطریں اوگو اللہ پاکا نزدیک کنت. واجہ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت موت وحدہ ہم تی زبان اللہ پاک ذکرہ تر بی